الانطباعية هي أسلوب فني في الرسم يعتمد على نقل الواقع أو الحدث من الطبيعة مباشرة وكما تراه العين المجردة، بعيدا عن التخيل والتزويق. وفيها خرج الفنانون من المرسم ونفذوا أعمالهم في الهواء الطلق، مما دعاهم إلى الإسراع في تنفيذ العمل الفني قبل تغير موضع الشمس في السماء، وبالتالي تبدل الظل والنور. وسميت بهذا الاسم لأنها تنقل انطباع الفنان عن المنظر المشاهد بعيدا عن الدقة والتفاصيل. بحضور الفنان التشكيلي الكبير أحمد الجنايني والفنانة التشكيلية وهبة العطار والعديد من الشخصيات العامة والمهتمين بالفن التشكيلي ومتذوقي الفن، تم افتتاح معرض الفنانة التشكيلية نوران منصور تحت عنوان سكر نبات، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. لوحات المعرض متعددة المقاسات والخامات والتقنيات والألوان. اشتمل معرض الفنانة التشكيلية نوران منصور سكر نبات على حوالي 38 لوحة فنية تشكيلية متعددة الخامات والمقاسات والتقنيات والألوان ميكس ميديا على التيوال والخشب، لوحات طباعية وتأثيرية وتجريدية، بالإضافة إلى بعض اللوحات التي استخدمت فيها الفنانة الكولاج. تقول الأستاذة والناقدة نادية عبد الحليم: لوحات معرض سكر نبات للفنانة التشكيلية نوران منصور تعكس شغفها بعالم الطفولة وميلها إلى تجسيد مشاعرها وأفكارها بطريقة عفوية من خلال الرسم والحكي باللون والخط. وتعد الفنانة نوران الفن وسيلة للتعبير عن نفسها، وتقول: عندما أرسم أشعر أنني أمارس لعب الأطفال من دون أبعاد فلسفية، لا يشغلني التفكير العميق فيما وراء اللوحة أو البحث عن معاني مصطنعة أو تسميات غامضة. أرسم على سجيتي، ما يهمني هو العمل الفني نفسه، وأن تصل مشاعري وأحاسيسي بسلاسة إلى المتلقي من دون حواجز أو مسافات تعوق التواصل بيننا أو تشوه جماليات العمل.
أنا نوران منصور، طبيبة وفنانة من المنصورة. ده تالت معرض سولو ليا. كان ليا معرضين، واحد اسمه حنين الروح، واحد اسمه احتواء. الاتنين كانوا في المنصورة، وده أول معرض تقريبا في الزمالك القاهرة سولو. الأسلوب في المعرض ده مختلف شوية عن الأولاني كان كله أحبار وأبيض وأسود وكده، لكن هنا المعرض كله ألوان، واستخدام ألوان أكريليك، استخدام ألوان الكولاج، استخدام خامات مختلفة على تويل وعلى خشب. المعرض اسمه سكر نبات. سميناه سكر نبات علشان هو يعني معظم اللوح فيها بنات وكده، يعني هو فيميناين شوية، اللي هو البنت طريقة لبسها، طريقة لعبها متأثرة فيه ببنتي الله يرحمها. غصب عني يعني، وانا برسم هي بتطلع في اللوح. عالم البنات عامة هو عالم حلو، يعني احنا بنسميهم المؤنسات الغاليات، فاحنا عشان كده سميناه سكر نبات، حتى جاية من أغنية منير بتاعت البنات. والمعرض كله هنلاقي فيه بقى البنت مشترك بينها، مثلا هتلاقي فيه تيبات مثلا قطة، مثلا أطفال تانيين، بس البنت هي الحاجة الأساسية في المعرض يعني. وعامة هو المعرض طفولي شوية، يعني أنا متأثرة أصلا ببنتي الله يرحمها وقصة حياتها والأطفال وكده، وهي أصلا كانت ذوي احتياجات، فأنا كنت دايما بحسها عايزة تلعب، عايزة تخرج، عايزة تعمل حاجات كتير، فكل ده كان مؤثر عليا. فغصب عني هتلاقي مثلا في حركة في اللوح، هتلاقي احساس ان هو في حاجة عايزة تتحرك، فده احساسها هي، مش احساسي انا بيها يعني. في لوحات الفنانة التشكيلية نوران منصور الانطباعية أو رسم مشاهد الحياة اليومية بطريقة عفوية، اتجاه فني ظهر في بدايات القرن الماضي، ويكون المصدر الأساسي للعمل الفني اللاواعي لدى الفنان التشكيلي، ومن ثم تأتي رسومه وثيقة الارتباط بخوالجه وحالته النفسية. وأيضا بالتمعن في لوحات معرض سكر نبات يظهر أنها نتاج تراكم للمشاعر والأفكار، وأن ثمة خيوطا لا مرئية تربط الماضي بالحاضر بشكل يمثل تجربة شخصية وخصوصية واضحة للفنانة. يمتاز فن الرسم بتنوعه وأساليبه وأنماطه العديدة، وأحد هذه الأنماط التي تنال اهتماما متزايدا في حركة الفن الحديث ويشتغل عليها غالبية الفنانين، تتمثل في رسوم الأطفال بالشكل الذي يعبر فيه الفنانون من خلال لوحاتهم التي تستمد من الشخصيات الطفولية موضوعا لها عن مرحلة الطفولة البريئة. ويعتقد الفنان التشكيلي أن رسم الأطفال تعبر عن الحالة الأكثر صدقا للتعبير عن واقع الإنسان.
على مسطح لوحات معرض الفنانة التشكيلية نوران منصور سكر نبات، تلعب الفتيات الصغيرات وسط جمال الطبيعة، ويقفزن هنا وهناك، ويركبن الدراجات، ويمرحن في السيرك، ويحملن حيواناتهن الأليفة في لحظات متتابعة من البهجة والسعادة، لكنها في واقع الأمر تعكس الوجه الآخر الأليم للحالة التي تمر بها الفنانة. المعرض 38 لوحة مختلفين طبعا عن بعض في الأحجام، فيهم معظمهم ميكسد ميديا على توال، ما عدا واحدة بس هي المتعلقة الوحيدة دي خشب على خشب. في طبعا لوح قريبة جدا لقلبي ولوح يعني هما كلهم قريبين لقلبي، بس في لوح بحسها يعني فيها مني جدا، وفي لوح بحسها عادي، في لوح كانت حرفيا هي بتنقل حاجة يعني، او ممكن اكون انا تخيلت حاجه ساعه ما رسمتها. عامه يعني معظم اللوح انا مش ببقى بفكر انا برسم ايه، بس هو بيبقى احساسي بيمشيني وبمشي معاه بقى. انا بيبقى يعني نادرا لما ارسم لوحه وابقى قاصده بيها فكره معينه. في اللوح طبعا شغل كولاج، انا متاثره شويه ان انا اصلا بشتغل ديكوباج، فتاثرت شويه ان انا عندي الخامات دي اوريدي في البيت فدخلتها في لوحي، اللي هي بقى مناديل الديكوباج، الورق بتاعه والكلام ده كله، الستنسل، كل ده لان هو اصلا اوريدي في البيت، فانا بدي نفسي براح ان انا العب باي حاجه في البيت يعني. هو عاده يعني عشان بيبقى قدامي خامات كتير فبتحرك براحتي، مش بيبقى بقى لما ببدأ اللوحة عمري ما كان بيبقى يعني مش بيبقى ليا تصور خالص هي هتخلص على ايه، ممكن ابقى متخيلة حاجة وتخلص على حاجة، وممكن عادة مش بيبقى ليا تخيل، هي اللي بتمشيني، هي اللي بتاخدني العالم بتاعها، انا ما بقررش يعني، هي لحد ما بحس ان انا خلاص كده ساتسفايد فبسيبها. كل لوحة فيهم هي فيها احساس مختلف. في لوح انا لما ببص لها انا بحس فيها ببقى قادره اقول انا كنت حاسه بايه، وفي لوح انا بسيبها للمتلقي بصراحه. انا نفسي اصلا مش ببقى فاكره يعني انا حاسه بايه يعني، بس هي خلاص ممكن ابص للوحه النهارده ابقى حاسه بحاجه وبكره ابقى حاسه بحاجه تانية. هو الرسم التجريدي كده، هو بينقل احساسه ومشاعر كل واحد حسب استقباله يعني. تقول الفنانة نوران: خرجت هذه المشاعر كلها للفتيات الصغيرات من دون قصد أو تعمد، فهي مستقرة في اللاوعي داخلي، لكنها كانت تلح علي لتخرج لكي يشعر بها الناس ويشعرون بها، وهو ما تأكد على مسطح اللوحات من مشاعر وأحاسيس تجاه الأطفال وهذه الحالة الخاصة.
لوحات معرض سكر نبات مختلفة الأحجام والتقنيات والألوان، وباستخدام الكولاج في بعض اللوحات، والتي تسودها تعبيرية كثيفة وتجريدية موحية مليئة بالخطوط والعلامات الممتزجة بأشكال وخطوط وألوان تعيدنا إلى زمن الطفولة في براءته وشغفه الجميل، وذلك عبر مشاهد تشكيلية تتداعى فيها صور الواقع والخيال معا. لم تتأثر تجربة الفنانة التشكيلية نوران منصور الفنية بكونها طبيبة بشرية تعمل في أحد المستشفيات الحكومية بمدينة المنصورة، وإن كان فنها قد انعكس على مهنتها وحياتها الشخصية. تقول الفنانة: لعلني الفن أكثر حساسية، وخلق داخلي مشاعر مرهفة في عملي تمثلت في الرفق الشديد خلال التعامل مع الآخرين. اختياري للالوان ده برضو حاجه انا مش ببقى مقرره هختار الوان ايه، هي بتبقى كل الالوان قدامي وانا بقى زي ما احساسي. يعني في اوقات كنت ببقى مكتئبه فمثلا برسم حاجه غامقه، وفي اوقات انا شايفه الدنيا جميله وحلوه فبرسم الوان زاهيه، وفي اوقات ممكن انا نفسي ابقى مكتئبه بس انا عايزه افرج عن نفسي فبحط الوان حلوه. اختياري الالوان ده بيبقى حاجه كده برضو هي اللي بتمشيني، انا مش ببقى مقرره يعني، هو تبقى الالوان اللي قدامي وانا قاعده العب بيها. في كذا لوحه غالب عليها اللون الاصفر، وانا مش عارفه بقى الموضوع ده سبكونشس ولا ايه، بس هو ممكن علشان حنين الله يرحمها كانت بتحب الاصفر او ما اعرفش، او انا بحس ان الاصفر بينور اللوحه، هو بيجي لوحده انا مش ببقى عارفه. بس انا اصلا اقرب لون ليا هو الازرق مش الاصفر، بس انا ما اعرفش يعني انا بقى جيت ارسمهم هما طلع اللون الاصفر يعني، فغالبا انا حاسه ان هو بيضيف بهجه او له علاقه بروحها او حاجه كده يعني، هو اقرب لون كان ليها الاصفر، فممكن اكون انا بالتبعيه حبيته. المدارس التشكيليه طبعا معروف ان هما كتير، في تعبيري وفي تجريدي وفي سريالي. انا بحب التجريدي لان هو
يعني في حريه، مش لازم احط الحاجه زي ما هي، مش لازم، انا حره، انا حره بس بعمل اللي انا عايزاه، ما فيش اي قوانين تقريبا بتحكمني. هو يعني مش مقيدني، مش زي ما ارسم حاجه تعبيري او كده. فانا بحب ان انا احس ان انا حره، فانا بحب التجريدي وان هو يفضل منتهجاه بصراحه، لان هو بيديني حريتي، خاصه ان هي اصلا موهبه اكتر من انا يعني اوكي خدت ورش وحاجات كده، بس هي انا معتمده على الموهبه اكتر. فالتجريدي بالنسبه لي هو الاحسن يعني، وكمان بيديني حريه التعبير. لا تعتقد الفنانة أن أي من المجالين الطبي أو الفني قد أثر بالسلب في الآخر، وتقول لم يأخذني الطب من الفن ولم يحدث العكس أيضا. تصورت منذ دروسا متخصصة في الرسم ألا أفرط في تفوقي الدراسي، ولم أتخيل يوما حياتي من دون الرسم، والذي أشعر أنني أعثر على نفسي حين أمارسه، ولذلك ظللت أحرص على التوازن بينهما. رغم تميز لوحات الفنانة بالبساطة، حيث تعالج مشاهد للحياة اليومية البسيطة والأطفال، فإنها تقدمها بطلاء كثيف وألوان تنقل حيويتها، فهي تتلاعب باللون والملمس، مقدمة للمتلقي شكلا متكاملا جميلا في إطار اللوحة، عبر استثمار مكثف للملمس دون تنحية عناصر اللوحة الأخرى. ويمنحنا الملمس في اللوحات إحساسا بالحركة المتسقة مع التباينات اللونية في فضاء اللوحة من ناحية، وبفعل إيقاع الضوء عليه من ناحية أخرى. ومعرض سكر نبات للفنانة التشكيلية نوران منصور.